السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فطاير تركي. فطاير اسمها فطاير الجيب، شبه الجيب زي ما انتوا شايفينها كده، علشان هتحشيها كذا حشو. شايفين انا حشيتها هنا جبنه ولانشون وطماطم. تحشيها بقى اي حشوه انت حباها، وبجد العجينه حلوه قوي وهشه وطريه جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنا معايا بوله فيها 5 كوبايات دقيق، الكوبايه اللي هي المج او الكوبايه المعياريه، ومعايا رشه ملح، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار خميره، معلقه خل كبيره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. معلقه الخل دي هتخلي العجينه هشه معاكي قوي. هنقلب المكونات الجافه زي ما انتوا شايفين كده، وننزل عليهم بكوبايتين لبن دافي. لازم اللبن يكون دافي علشان الخميره تشتغل. وابتدي بقى اقلبهم بالمعلقه، وابتدي اعجن بقى. اعجني بايدك كويس علشان العجينه تطلع معاكي ناعمه. وانزل هنا بنص كوبايه زيت او سمنه، على زيت او سمنه بس براحتك انتي. وابتدي بقى اعجنها كده، اعجنها كويس واسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تخمر معايا. ممكن تاخد نص ساعة او ساعة على حسب الجو. زي ما قلنا لو المكان عندك مش دافي هنشغل الفرن حوالي 10 دقايق ونطفيه، وندخل بقى العجينة لحد ما تختبر معانا بالمنظر ده. وبعدين نقطعها كور وناخد اول كرة منها ونبتدي نفردها. طبعا الحجم على حسب ما انت عايزة تصغريها اصغر من كده هتكبريها، اكبر من كده براحتك. هنفردها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا جنبي طبق فيه حوالي معلقتين 3 زيت. نبتدي بقى نمسح نص العجينة بالفرشة كده ونقفلها، ونجيب الفرشة ونمسح نص العجينة تاني من فوق زيت. ليه؟ علشان العجينة ما تلزقش في بعضيها. تعمل لنا الطبقات اللي انتوا شفتوها. يبقى هندهن اول طبقة وتاني طبقة زي ما انتوا شايفين، ونقفلها بالمنظر ده علشان ما تفتحش مننا بس كده. ومعايا صينية مدهونة دهنة زيت، وابتدي ارص بقى. هنعمل واحدة تاني، نفرد بالمنظر ده ونمسحها مسحة زيت. نمسح نص العجينة بس ونقفلها. والطبقة التانية نمسحها مسحة زيت خفيفة بس كده ونقفلها. وبعدين نرصها في الصينية. هنخلص الكمية كلها ونرصها ونسيبها بقى لحد ما تخمر معانا. خلاص كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين كده هي عملت معايا الصينية الكبيرة دي وصينية تاني. معايا هنا بقى انا بحب ادهن المعجنات ببيض هنا بعد ما اختمرت. لو مش حابة تدهني ببيض، لو مش متوفر بيض مش مشكلة، ممكن ندهن معلقتين لبن، ممكن معلقة نسكافيه على معلقة مية وبعدين ندهن بيها. خلاص كده بعد ما دهنا وشها بالبيض هنرش عليها رشة سمسم او رشة حبة البركة براحتك انتي. وبعد كده بقى ندخلها على فرن سخن. لازم زي ما قلنا المعجنات تدخل على فرن سخن علشان تفضل طرية معاكي. تمام كده الفرن هيبقى سخن، ندخلها على اعلى درجة عندنا. هتخرج معاكي بالمنظر ده، مش هتاخد منك وقت خالص. اول ما نخرجها على طول وهي سخنة نغطيها بفوطة لازم، علشان تبقى طرية. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده المنظر طرية جدا وهشة وطعمها تحفة، حلوة جدا وريحتها حلوة قوي. شايفين الهشاشة بتاعتها عاملة ازاي؟ شايفين بقى الجيوب اللي فيها بقى اللي احنا هنحشيها؟ شايفين عاملة طبقات ازاي؟ لازم بقى دهنة الزيت اللي احنا بندهنها دي علشان تعمل الطبقات اللي انتوا شايفينها دي. بجد العجينة حلوة قوي وسهلة جدا وبسيطة. تقدري تعملي كمية منها وتشيلها في الفريزر، وتعملي منها كل يوم للولاد سندوتشات. شايفين بجد تحفة وحلوة جدا يا جماعة. جربوها تعجبكم قوي. وده لانشون ده انا عاملاه لسه هنزل لكم الفيديو. انا هنا بحشيها جبنة فيتا. تقدري تحشيها جبنه مثلثات، جبنه رومي، اي حاجه ستريبس، اي حاجه انت حباه والولاد حابينها تحشيها. بجد العجينه حلوه قوي وهشه قوي. يلا جربوا الطريقه هتعجبكم قوي.